السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض شوية في حبة حاجات كده مهمة جدا لكل أم طبعا أو كل معلمة معاها طفل عنده صعوبات، سواء في الكتابة وبطيء في الكتابة أو في القراءة أو عنده صعوبات في القراءة. هنتكلم عن جزء جزء ويعني جانب جانب كده، وإن شاء الله عشان ندي كل جانب هنتكلم فيه حقه. هنتكلم عن الجانب الأول أو الشق الأول من الموضوع الدراسي. احنا الدراسة يعني كتابة وقراءة، تمام؟ ينفع الطفل يبقى بيكتب كويس جدا ما بيعرفش يقرأ؟ أكيد لا طبعا. طب ينفع إن يكون بيقرأ كويس جدا وما بيعرفش يكتب؟ أكيد لا. لازم نمشي في الاتجاهين مع الطفل مع بعض ومن البداية. كلامي هيبقى طبعا للأطفال اللي لسه هنبدأ معاهم، فطبعا الأم هتلحق الموضوع من البداية كده وتعرف طبعا هتمشي ازاي مع طفلها. استني معايا كده الفيديو للآخر وهتشوفي كلام يعني لو نفذتيه من البداية هترتاحي جدا في موضوع القراءة وموضوع الكتابة، عشان خاطر ما تعانيش معاناة الناس بقى اللي أطفالهم دلوقتي دخلوا جريد أو هم دلوقتي في صفوف عالية، صفوف عليا، وعندهم مشكلات في القراءة والكتابة. لا، احنا عايزين نتخلص من الموضوع ده من البداية، تمام؟ طيب نتكلم عن الام اللي لسه هتبدا مع طفلها دلوقتي. انا دلوقتي المفروض ان انا هعلم طفلي دلوقتي، بدات خلاص اعلمه. هبدا بايه؟ هبدا بالحروف. فانا دلوقتي لو علمت طفلي ان هو هيكتب الكتابه مظبوطه على السطر، الدايركشن صح، و يكتب نفس يقلد خطي، انا اقول له طبعا قلدني، حاول تقلدني، تمام؟ يعني ما يكتبش خطه هو او اللي هو يعرف يعمله، لا، احنا من البدايه خالص لازم نعلم الطفل ان هو يقلدني، تمام؟ يبقى احنا نقول له انسى خالص خطك وقلدني بقى زي ما انا كاتبه، اكتب زيي بالظبط. انا عايزه الكلام يطلع كانه صوره، او انك تكتب بخط احسن مني كمان، تمام؟ فمن البدايه خالص انا معوده طفلي على النظام، بيكتب على السطر، و لما بيغلط بقول له امسح واكتب تاني. الطفل لما بيكتب من المسح والكتابه تاني ما بيغلطش. ليه بقى؟ كل ما يمسح يغلط هتمسحي، هيرجع يكتب تاني، طبعا هيتعب. فهو بقى توفيرا على نفسه هيكتب كويس من البدايه يعني. فاحنا من البدايه اديني معرفاك اهو الاتجاه الصحيح للحرف ازاي، شكل وطريقه كتابته بعيدا عن الكراسه. انت عندك النوت بوك بتاعتك او كراسه بتعلمي فيها الطفل قبل ما يبدا يكتب في الكراسه بتاعته بقى. فاحنا دي كراسه الشخبطه، يعني نشخبط ونلعب وندرب وكله فيها. لكن لما يجي يكتب الطفل زي كراسه المدرسه بالظبط، هي المس بتدرب فين؟ بتدرب على البورد الاول، وبعد كده تدرب فين؟ تدرب على الايه؟ في الكراسات بتاع الطفل يكتب بقى على طول. بس بتكون المفروض انها من البدايه خالص عرفت الطفل بيكتب الحرف ازاي ودربته عليه والدنيا تمام جدا، ويبدا يكتب فين؟ في كراسته على طول. لكن الطفل دلوقتي لاول مره بيشوف الحروف، وانا بشوف المعلمات بتعمل كده في رياض الاطفال بالذات، تقوم جايبه الكراسات بتاع الطفل وهو لسه اصلا طفل جاي لها، يعني يمكن لسه يا دوب بيتعلم يمسك القلم، وهوب اكتب حرف الالف وعليه ارنب. ارنب ايه؟ وكلمه كامله على الحرف. طب هو الطفل اصلا ما اتعلمش ازاي يكتب الحروف مظبوط، بيمسك يا دوب القلم، لكن هو لسه ايديه مش متمكنه كويس. طيب انا اعمل ايه؟ لما الاقي الطفل مستعد كده وتمام، بدرب الطفل بعيدا عن الكراسات. يعني لو انا دربت الطفل في الكراسه وقلت له خد اكتب، هيكتب اللي يقدر يعمله. مش فانت ازاي تقولي له انت خطك وحش او مثلا تلومي بعد كده ولي الامر؟ لا، انت دربي الطفل بعيدا عن الكراسات. الكراسات دي اعمليها كده لولي الامر يشوف ابنه عمل ايه. يعني هو ده اللي نفذناه في الفصل وانا كتبته له هو، عشان حضرتك تشوف احنا اخدنا ايه النهارده، مش عشان خاطر تدربي الطفل في كراسته. التدريبات دي بعيدا عن الكراسات. الكراسات دي تطبيق للي انت شرحتيه في الفصل، وتطبيق للي انت اشتغلتيه مع الطفل على البورد، تمام؟ طيب يبقى الكراسات دي اخر حاجه بتعمليها. بيكون الطفل اتدرب على الحرف، عارف شكله، بيعرف يرسمه بالصلصال، بيرسمه على الرمل، بيرسمه على السبوره، عارف رسمه الحرف، تمام؟ هيكتب جيم، هيعمل شرطه مثلا كده شرطه نايمه، وبعد كده يلف لفه، فعارف شكل الجيم، حافظ شكلها لانه مارسها كتير بحاجات كتير واكتيفيتي كتير طبقناها معاه. اخر حاجه خد بقى اكتب في كراستك، طبق ده عملي، تمام؟ ده مهمه المدرس في الفصل، ان هو يعمل كده من البدايه خالص عشان ما يتعبش مع بقيه الاطفال. درب كتير بعد كده اكتب في الكراسه. ما تعملش العكس، ما تكتبوش في الكراسه وتقول له خد اكتب، وبعد كده اما تلاقي الدنيا وقعت تقولي له طب تعالى نشرح هنكتبها ازاي. لا، احنا ندرب الاول، نعمل العكس، ندرب الاول بعيدا عن الكراسات، بعد كده نكتب في الكراسات.
الكلام ده حتى للام في البيت. دربي طفلك على كتابه الحرف كويس جدا باشكال مختلفه باستخدام ادوات كتير، وبعد كده اكتبي له في الكراسه. تمام. طيب هيبدا يكتب في البدايه هيبقى عنده صعوبه شويه، يعني بطيء شويه في الكتابه، ده طبيعي، مهاره لاول مره الطفل بيتعرض لها او بيعملها. كل حركه الطفل كانت عشوائيه عن طريق مثلا التلوين الرسم والكلام من ده، لكن فجاه هيلتزم بسطر وهيلتزم بشكل حرف، ولازم يعمله ويطبقه بنفس الطريقه اللي انت قلتيها له وبنفس الدايركشن وكل حاجه اللي هو اتجاه الحرف وكل حاجه. فطبعا طبيعي مهاره جديده هياخد وقت عقبال ما يتدرب، لكن المهاره بتنمو لما نتدرب عليها كتير. بمعنى ندي تدريبات كتابه بقى، ندي تدريبات كتابه. هل ان انا اخلي الطفل يكتب صفحتين 3 على الحرف؟ لا، صفحه واحده، وممكن الطفل يكتب الحرف بتاع 5 6 مرات وكتبهم مظبوط جدا، كفايه قوي. انت محتاجه منه ايه؟ ان هو يطبق اللي انت قلتيه وكتبه صح. طب محتاجه منه ايه تاني؟ طيب يكتب ليه 20 مره و30 مره؟ تمام. هو الخمس والست مرات دول في الفكره خلاص ما وصلتش للطفل في السادس مره بيكتب فيها الحرف؟ اكيد بتبقى وصلته وخلاص. تمام. فاحنا مش محتاجين منه حاجه بقى خلاص. ده بالنسبه في المرحله ايه الاولى للطفل اللي لسه بنبدا معاه. طيب الطفل بقى الكبير شويه بقى، يعني انا عندي طفل كبير شويه وبطيء في الكتابه واقول له اكتب يقول لي حاضر. السطر اللي اي طفل طبيعي بياخد فيه 3 دقايق يكتبه، هو ممكن يقعد ساعه بيكتب في سطر واحد. ده طفل ما مارسش الكتابه فتره، يعني ما مارسش الكتابه كتير، فايده تقيله لسه ايده تقيله على الكتابه. اللي بيخلي الطفل يبقى يعني عنده سلاسه في الكتابه كده التدريبات الكتير على الكتابه. مش لازم الكتابه بس اللي هي الكتابه على الورق، لا، استخدام القلم في حاجات كتير. تمام. بيستخدمه فتره طويله، فتلاقيه دايما ايديه اصلا ماشيه على الكتابه، هو متعود بيستخدم القلم في رسم الدوائر، في مثلا التوصيل، في مش لازم الكتابه اللي هي الكتابه اللي هي على السطر واكتب، لا، لازم يكون مارس الكتابه كتير جدا. ودي نوعيه خاصه من الاطفال، انت اكيد مش هتلاقي كل الاطفال يعني بنفس البطء ده، لكن الاطفال اللي من النوع ده اكيد طفل ما بيمارسش الكتابه يوميا، فعنده مشاكل لسه عضلات ايده كده ما قويتش انها تكتب بسرعه. تمام. او انه عنده تشتت انتباه ومش منتبه اساسا، فتلاقيه ايه بيكتب معاكي كلمه وعينه مع صاحبه وعينه على شنطته اللي مامته معرفش مديها فيها ايه، وعايز يعني في حاجه خيلاه مخليه مش معاكي طول مش مركز في ده بس، لا، في حاجات تانية واخده طاقته كده وتفكيره، فهو بيكتب وهو سرحان، هو مش معاكي طول الوقت. فده برضو ده له ظروف خاصه. طبعا النوع ده من الاطفال، طبعا انت حضرتك بتعملي حاجه حلوه قوي، بتقومي جايباهم كده قدامك وتقومي مقعداهم، وهو واتنين تاني بيكتبوا بسرعه جدا، واعملوا مسابقه بينهم، وقولوا تعالى اعملوا لهم جروب لوحدهم، ولو كل الناس دي بتخلص بسرعه ما عدا انتوا ليه بطاء ليه في الكتابه؟ فطبعا انت هتشوفي بعينك بقى وهم قاعدين قدامك هو ايه مشكلتهم، لكن طول ما انت مركزه معاهم هم مركزين معاكي ان هم يخلصوا، لان مفيش فرصه بقى ان هو بيفكر في حاجه تانية جنبه، ما انا انت وهو قدامك، فمفيش فرصه ان هو يسرح منك ولا حاجه عقبال ما الباقي يخلص وهتجيب الاطفال قدامك عشان تصححي مثلا الكراسات، التاني ده لسه نايم على نفسه مخلصش حاجه، لان اصلا هو بيتشتت مع اي حاجه تانية فبينسى اللي هو كان بيعمله. لا، انت دول بقى انت عرفتيهم خلاص. كل مدرس مجرد ما بيدي حصه 2 3 4 في الفصل بيعرف يقدر يتعرف على الاطفال ويعرف الفروق الفرديه بينهم وكل واحد شخصيته ايه. فدول بيبقى لهم تجميعه معينه كده، دول قدامي على طول لما يجي وقت الكتابه تعالى اقعد اكتب. فانت هتلاحظي منهم هل الطفل ايديه مش متمكنه فبيترعش في الكتابه لان ايديه مش متمكنه لسه، فتعملي له تدريبات من نوع معين زي تدريبات الحركات الدائريه وكتابه الخطوط والكلام من ده، فايده تتدرب على الكتابه ومسكه القلم فتظبط معاه وعضلات ايده تبدا تقوى، ولا هو اصلا بيتدلع وكان بيلعب مع اصحابه ونسي هو اصلا كان بيعمل ايه، فالصفحه اللي بتاخد مع حد مثلا مفيش ربع ساعه يكون مخلصها هو عمال ساعه ولسه مخلص، يلا يا حبيبي عشان اصحح لك انا لسه ما خلصتش. فطبعا ده زي ما قلنا كده نيجي نعمل جروب ليهم كده ونخليهم قدامنا كده، اكتب وريني بقى انت بتكتبش بسرعه ليه. هتكتشفي المشكله في الوقت دوت من طريقته قدامك بيعمل ايه. تمام. ايه اللي مأخره؟ طيب الام في البيت بقى اللي بتشتكي برضو من الموضوع ده،
اولا الاطفال في البيت بتبقى فري بمعنى ما عندهاش تايم معين ان انا وقت الحصه لازم يكون الطفل اخذ المهاره واتدرب عليها وبيكتب في الفصل، وانا قبل ما امشي بلم الكراسات فلازم يخلص بسرعه عشان انا هلم الكراسات. ففي هنا رولز وقواعد بتحكمه. لكن في البيت مفيش الموضوع ده، فتلاقي دايما الطفل يقوم مثلا يتفرج على التلفزيون شويه ويرجع يكتب، مشغول مع اخوه بيلعب معاه بلعبه مش عارفه ايه، بياكل شوكليت وكل شويه رايح داخل خارج المطبخ يجيب عصير يجيب ميه. فبيضيع وقته عقبال ما يخلص. يا ابني اروح اطبخ واعمل كل حاجتي وها خلصت؟ لا لسه يا ماما لسه شويه. هو مش بطيء بقى كده، لا ده هو ضيع وقته في حاجات تانية ولسه يقعد بقى يكتب لك ويهتم بالموضوع اللي انت سبته له. فده مش بطيء، لا ده عنده يعني واخد الموضوع في البيت فري، يعني براحته يخلص وقت ما يخلص، مفيش حد هيحكم عليه انت خلصت دلوقتي ولا بالليل ولا الصبح، مش فارق معاه حاجه. لكن لو هو بقى طفل بيبقى قاعد مركز والدنيا تمام وقاعد قدامك وبيكتب بس بطيء في الكتابه، احنا قلنا يبقى عنده مشاكل اكيد في مسكه القلم والتحكم فيها كويس والكتابه. فتلاقيه بياخد وقت قوي على ما ينقل الكلمه ويكتبها بطريقه مظبوطه، لان عنده صعوبه اصلا في حركه ايده لسه. ده محتاج زي ما قلنا تدريبات منك على مسكه القلم كتير، وممكن مسكه القلم الحره، مش لازم كتابه الحرف او كده. وما تكتروش عليهم المحتوى علشان خاطر هم ما ينفروش من موضوع الكتابه وما يحبوهوش. يعني انا بشوف معلمات والله العظيم بيكتبوا في الكورسات للاطفال ما لا يقل عن 5 و6 صفحات واجب كتابه، بعيدا عن بقى طبعا الاكسرسايزز اللي فيها توصيل وفيها مش عارفه ايه، دي ما بتاخدش مجهود منه، مع انها فيها حركه قلم وكده بتدرب الطفل. لكن موضوع الكتابه يا جماعه ده عبء نفسه على الطفل. فتخيلي طفل لسه بيصطدم بقى بالحياه الدراسيه وانت خد اكتب 5 6 صفحات من اول يوم في الدراسه وهو لسه يدوب يعني جاي من اللعب، فطبيعي الموضوع هيبقى تقيل عليه قوي. لكن احنا نكون رحمين بيهم شويه، واحنا عارفين ان دي مهاره جديده بيتعلمها الطفل، واي طفل في البدايه بياخد وقته لحد ما الدنيا تظبط معاه. بعد شويه هتلاقيه خلاص الدنيا بدات تظبط معاه، بيكتب طبيعي زي الاطفال التانيين، رغم ان كان في البدايه كده، بس مع الممارسه خلاص الموضوع بينتهي. طيب في حاجه كمان احنا ممكن ندرب الطفل ان هو يسرع عن طريق ان هو المسابقه. يعني انا احط هو طفل قدامي واعمل حبل طويل قوي متوصل ببوكس او اي حاجه فيها ايه، فيها مثلا لعب او كده، وده هدف. يعني اصلا الطفل لما يكون عنده هدف، والاطفال في الوقت ده الاهداف الماديه عنده والحصول على هدف مادي او تحفيز مادي بتبقى اقوى من الاهداف المعنويه اللي هو برافو عليك انت خلصت بسرعه شطور مش عارفه ايه. الكلام ده ممكن ما ياثرش معاه قوي قد ما ياثر معاه الهدف المادي اللي هو هيوصل له. فاحنا لو عملنا الموضوع ده وحطينا زي حبل كده او رسمنا خط طويل قوي قوي وحطينا عنده بوكس، والبوكس ده اسرع واحد فيكم هيخلص هيمشي امشي بقى ايه مع الخط ده لحد ما توصل للبوكس، والهديه اللي موجوده في البوكس انت هتاخدها. فيبدا يعني بعمل ايه، يجري بسرعه عايز يخلص بسرعه عشان خاطر هيروح يلحق اصحابه قبل اصحابه، يمشي معاك مع الخط ده عشان يروح ياخد الهديه من البوكس. ودي تشجيعا للطفل، والاطفال في العمر ده وفي عمر الكيجي والكلام ده بتتشجع جدا بالحاجات دي، بيحبوا اصلا الحاجات العينيه اكتر من الحاجات الماديه، من الحاجات الماديه اكتر من الحاجات العينيه. يعني الماديات بالنسبه لهم تبقى اقوى في الهدف، تمام، او الحصول عليها بتبقى اقوى. طيب ده بالنسبه للطفل البطيء في الكتابه، تمام. ان احنا لازم ان احنا نبقى قايلين له ان انت معاك، اديله تايم وسيبيه، ما تسيبلوش الموضوع فري، وبالذات في البيت قولوا له في ربع ساعه كون مخلص الصفحه دي. لو ما خلصتهاش انا هقفل الشيت كده ومش هتكتب النهارده ولا بالليل ولا كمان شويه طب اما اريح، لا، بعد نص ساعه هقفل الكراسه ومش هتتفتح تاني، هتتحط في الشنطه وهاخدك انا بنفسي بكره الصبح هروح للمس اقول لها ما رضيش يكتب، وشوفي العقاب المناسب اللي حضرتك تشوفيه. فطبعا هو ممكن يخاف من العقوبه بقى ايه نوعها، ويقعد يفكر بينه وبين نفسه 100 مره يعني ايه ممكن تعاقبني تعمل لي ايه، فيقول لها ايه لا طب لا خلاص سيبيهم انا هكتب اهو بسرعه، تمام. ف يعني لازم نشتغل على الناحيتين، ان الاثابه وكمان الايه والعقاب. مش هنسيب الموضوع مع الاطفال فري ونرجع نقول ده بطيء ده ما بيكتبش. ده طبعا ده الطفل اللي هو بعيدا عن انه عنده مشكلات في ايده او في حركه ايده او كلام من ده، تمام.
ده بالنسبه لموضوع الايه، الكتابه. طيب تعالوا بقى لموضوع القراءه. الطفل البطيء في القراءه، وطبعا احنا بنتكلم بقى ايه على طفل خلص الحركات وبدا ان هو المفروض ان هو بيقرا بقى. طب هو الطفل البطيء في القراءه ليه؟ او طفل مثلا خلصنا معاه الحركات ما بيقراش ليه كويس بالسرعه اللي انا عايزاها، مع انه كان بيقرا كلمات؟ لا، احنا لازم الطفل من البدايه بنمشي معاه بتدريج معين. قراءه كلمات على الحركه بالتشكيل، واسحبي التشكيل وقولي للطفل حاول تقراها بدون تشكيل. يبقى احنا بنمشي في اتجاهين، مره الطفل يكتب بالتشكيل ومره بايه، بدون تشكيل. يقرا بالتشكيل وبدون تشكيل. يعني ايه؟ اسحب الحركه واقول له اقراها زي ما قراتها من شويه، صفحه بالتشكيل واقلب الصفحه اقرا لي بقى الكلمات دي. يعني كلمه مثلا عرفه، يقراها لك عرفه، عرفه. المهم ان هو يقراها صح. انت يهمك الحروف مش التشكيل في مرحله ان انت ايه، بتخلي الطفل يقرا بدون تشكيل. ما انت مش كاتبه له تشكيل، هيخمن ازاي؟ ممكن يخمن بناء عن الصفحه اللي قبلها ان احنا لسه قاريينها. طب بعد مده هاتي له الصفحه تاني بدون تشكيل وقولوا اقرا. بعد كده كوني منهم جمله بقى، يعني اللي احنا قريناهم دول كوني منهم جمله بالتشكيل وجمل بدون تشكيل. يعني مثلا سمع ابي القران الكريم، انا كتبت بالتشكيل مره اهو وقرأها سمع ابي. اديله بقى زيها بس غيري بقى في كلمات الجمله. قرأت امي مثلا كتاب عن مثلا الايه، عن الحيوانات مثلا يعني. فالطفل كده احنا بندربه على ايه، ان هو يقرأ بالتشكيل ونسحب التشكيل ونقول له اقرأ. يبقى نكتب كلمات مفردة ونسحب التشكيل. طيب بننبه الطفل على حاجة وانت بتقرأ، بص الكلمة دي فيها مد. طب وانا اعرف منين يا ماما؟ احنا قلنا بقى المد بيجي فين؟ في نص الكلمة او في اخرها. مد الالف قبله مفتوح، فانت هتفتح مع كل حرف الف هتشوفه في النص. قال، مفيش تشكيل. طب هو قالها قال ليه؟ لان عارف ان مد الالف دي اللي قبله دايما مفتوح. افتح انت لوحدك بقى، هو مش مكتوبه الفتحه، هتقول ايه؟ هتقراها ازاي؟ انت عارف المقطع ده المد والممدود اللي هو قا بيتقالوا كده طالما في مد الف. تينو، اذا انت شكلت ليه بقى؟ عشان معروف هنا في مد ياء اللي قبله مكسور. تينو، تمام. يبقى احنا بنقول للطفل عينك على الكلمه فيها مد، فيها مد واو. طيب اللي قبل المد الواو مضموم، يبقى ينفع تقول نورو؟ ينفع تقولها نورو؟ اكيد لا. يبقى ضم اللي قبلها لوحدك. انت عارف مكان المد بيبقى فين، دور عليه في الكلمه قبل ما تقرا. الموضوع ده بياخد ما لا يقل عن ثواني في عقل الطفل عشان يربط الرابطه دي ويقرا الكلمه بسرعه. تمام. يبقى عينك فين؟ على ايه؟ على الكلمه. طب الكلمه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مد ولا اي نوع مد. طيب هقراها ازاي؟ تعالى شوف كلمه كده مثلا قدر، علم. طيب مثلا عايزه اتكلم عن مثلا عن حد او شخصيه معينه، مثلا عن شخصيه بابايا مثلا. انا بحب بابايا جدا مثلا وعايزه اتكلم عنه، اقول ايه؟ ابي على قدر من العلم مثلا. طيب كلمه قدر دي مش ممكن تقروها قدروا، قدروا؟ طب الطفل الواعي الكبير ده ما يقدرش يعرف ان هو يطلع كلمه ليها معنى؟ ما انا ممكن قدروا اكون ضربتها له في مرحله السكون مع الايه، السكون اللي هي حركه الفتح مع السكون، قد عل. تمام. طيب نقول له كده سكن الحرف اللي في النص واقراها تاني، فيقول ايه؟ قدروا. يبقى التشكيل ده بيحصل فين؟ هنا، وحسب سياق الكلمه في الجمله. يبقى لازم ندرب الطفل ان هو يعمل الحركه دي، يبص على الكلمه فيها مد، يشوف نوع المد، يا يفتح قبله يا يكسر قبله مع المد الياء، يا يضم قبله مع مد الواو.
فعمره ما يقول كلمة نورو اللي فيها واو وسطية اهي، يعني واو واد، ناورو، هيقولها نورو، لأن اللي قبلها ايه؟ اللي قبل الواو المد معروف انه مضموم. تمام؟ طيب اللي بيخلي الطفل بطيء كمان انك مشيتي في الحركات بسرعة جدا 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 لدرجة ان الطفل مش محصل معاكي، ما اديتيش كل حركة كمان حقها. الترتيب الصح، بندي الحروف مفتوحة مثلا، بعدين دمج حرفين بالفتحة مثلا، وبعد كده 3 حروف بالفتح. الطفل لما بيمارس بقى قراءة كلمات ثلاثية بالفتح كتير بتبقى عاملة بالنسبة له ستاندر، كلهم بيقولهم بنفس نفس الأسلوب، كتب، سمع، قرأ، تمام، حسب، ذبح، وهكذا. دخلي الحركات التانية مع حركة الفتح في المرة اللي بعدها، زي عارفة، الكلمات الأوسطها مقصود، عارفة، سمع، شرب، تمام. نبدأ ندخل حركة ثالثة مع الفتح والكسر، ذبح، عرف، ثقب، حسب، وهكذا، اللي هي ضم، كسر، ايه، فتح. لما تمشي مع الطفل بالترتيب ده، حروف، حرفين، 3 حروف، الطفل بينطلق في القراءة في الكلمات الحروف الثلاثية بسرعة جدا. عايزة تروحي بقى في السكون تمشي بنفس السرعة دي، مش هتحصلي حاجة. السكون حركة مرتبطة باللي قبلها، فالطفل دايما حاجة فيها تفكير أكتر، فتلاقيه أبطأ شوية، يجي يقول قد، رو، علم، ادي بقى حروف مفتوحة مع الحرف ساكن، وده مقطع، قد، عل، ذم، بل، وبعد كده دي في حرف تاني، فص، في الهلو بقت فصلو، علم، وهكذا. اللي بيخلينا زي ما قلنا الطفل بيبدأ يبطأ شوية من أول ما ندخل حركة مرتبطة باللي قبلها، هو ده اللي بيضعف الطفل شوية. لكن في الحركات المدود ال3 الأولى، مد ألف وواو وياء، احنا هنقول له شايف انت اللي احنا لسه واخدينهم اللي هو حركة الفتح والكسر والضم، المدود دول كل واحد فيهم بيحب حاجة منهم. الفتح، الألف مكانه فين؟ فوق، عشان كده خد ايه؟ بيحب الفتحة اللي قبله مفتوح، فنقول با، ما، وحط ضيف جنبها الحروف اللي انت عايزها واقراها بقى بسرعة. تمام. مد الياء نقطتين وتي فين؟ تحت، عشان كده بيحب ايه؟ اللي قبله مكسور، فالكسرة مكانها تحت، هو عشان كده بيحب الايه؟ الكسر، فنقول تي، نون، تاء مع الياء اهو، مد وممدود. نيجي في مد الواو نقول له مد الواو ها، بيحب ايه؟ بيحب الضمة اللي قبله مضموم، فتبص تلاقي الطفل بقى عنده الرابطة دي، فيقول نورو، طولو، فولو. جت منين؟ ان انا قلت له ان كل واحد من المدود دول بيحب ايه؟ حركة من الحركات دي، فلا تقولي الحركة اللي قبله الاول بعد كده هو، مرة مفتوح مع الالف، مكسور مع الياء، او الحرف مضموم مع الواو. تمام. يحلل الكلمة مقاطع صوتية وهو بيقراها هو، انت مش بتحللها بقى كتابة، لا حللها كمان قراءة. عينك على الكلمة زي ما قلنا من شوية، عينك على الكلمة، حلل في دماغك، شوف هتمد، هتكرر الحرف عشان هو عليه شدة، شوف انت ايه اللي موجود عندك، انت شايف ايه. ده بالنسبة للقراءة بالتشكيل. وزي ما قلنا عايزة طفلك يقرأ بدون تشكيل، اسحبي التشكيل خالص، خليه يقرأ جمل بدون تشكيل، طبقي على اللي انت الحركة اللي اديتها له كلام كله بدون تشكيل، نفس الحركة، وجربي معاه، هيقرأ كويس جدا. طيب خلصت المرحلة دي، ابدأ مرحلة بقى ان انا اجيب له حاجات خارجية خالص بعيدا عن الكتب والمشكلة وكلام من ده. هجيب ايه؟ هجيب قصص، هجيب جمل من كتاب العلوم، من اي حاجة تانية، المهم معلهاش تشكيل. اللي هيخلي الطفل يتدرب كويس على الكتابة والقراءة قلنا ممارسة الكتابة بشكل يومي على الأقل نص ساعة، وممارسة القراءة على الأقل نص ساعة يوميا. دي مهارات وفكرة، مجرد ما توصل للطفل ودماغه ويترجمها كده بتتحول لإيه؟ لمهارة بالشكل اللي أنا حابة إن ابني يوصل له. بس لو مشينا من البداية خالص صح زي ما أنا قلت، لكن هتتعبي قوي لو مشيتي من البداية غلط. لو سبت طفلك عشوائي كده بيكتب وخلاص، المهم ان شكل الكلمة طلع صح وخلاص، لا، ما مسحتلوش الباء اللي في النص دي عشان هي معوجة، ولا الهاء اللي هي اصلا مش هاء، كاتبها شبه الصاد، ولا مش عارف يكتبها.
لكن لو وقفتي على اخطائه من البدايه هيخاف يغلط، لانك هتمسحي له ويكتب فهيخاف. تمام، هيخاف يغلط عشان ما يتعبش. وزي ما قلنا كده، امشي بالترتيب ده في الحركات، واعملوا له الرابطه دي عشان خاطر دماغه كده تبقى رابطه في الحركات بينها وبين بعضها، فالفكره تبقى واصله له قوي وواصله له صح، ما يتهيأليش ابدا ان هو هيغلط. يبقى احنا كده النهارده ان شاء الله حلينا موضوعين ومشكلتين من اهم المشكلات اللي بتتعرض لها الام مع الطفل او المعلمه كمان جوه الفصل مع الاطفال. تمام يا جماعه، الطفل في مرحله ما بين 4 ل6 سنوات محتاج تدريبات يوميه، ممارسه يوميه للي بيدرسوا، لان الاطفال في المرحله دي بيبقى اهتماماتهم حاجات كتير جدا خارج التعليم، فاللي مش هيتاخد ويتمارس ويتراجع هيتنسي، كأنك بترمي في بحر كله رايح. تمام، لكن لما نمارس الموضوع مع الطفل يوميا بيتحسن جدا. اي حاجة في الدنيا او اي مهارة في الدنيا بنتعلمها او بنعلمها لاطفالنا محتاجة بس ممارسة. هو ده اللي انا محتاجاه منكم او اللي انتوا لازم تعملوه عشان اطفالكم تتحسن. طيب ان شاء الله يعني انا هتستنى في الكومنتات كده اقتراحاتكم للموضوعات اللي حابين ان انا اتناقش معاكم فيها تاني. يعني احنا اتكلمنا عن الموضوعين دول لان بيتكرروا عليا كتير، موضوع الكتابة البطيئة للطفل ليه بطيء، وموضوع القراءة السريعة ان هو ما بيقرأش بسرعة وما بيعرفش يقرأ بدون تشكيل، وانا قلت ازاي الحل الموضوع ده. تمام، اتمنى تطبقوها مع اطفالكم، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين ايه نتناقش فيه الفترة اللي جاية ان شاء الله. وانا الموضوعات اللي انا بناقشها دي بتبقى بناء عن اقتراحاتكم انتم، يعني مش الموضوعات ديت يعني هتخصني او تهمني انا قد ما هي تهمكم، فمستنيه ان شاء الله ارائكم. وما تنسوش تتابعوني ان شاء الله على قناه التأسيس مع ميس مروه، هتبسطها لك واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.